عدنا لكم أيها السيدات والسادة، وحوارنا يستمر مع الفنان الإماراتي مرعي الحليان. أستاذ مرعي، كيف تقيم الكوميديا الاجتماعية الخليجية؟ يعني الآن نشاهد أن هنالك خلط بين مفهوم الكوميديا وبين يعني المسخرة على المسرح. بالضبط. فكيف تقيم هذا العمل الخليجي؟ والله حتى الخليجيين، وانا اقول لك يعني خلينا نتكلم بكل صراحه، الكويت رائده المسرح الكوميدي الاجتماعي، رائده وبلا منازع. واذا بنقيس ترمومتر المسرح الكوميدي الخليجي اللي يجب ان نذهب الى الكويت، لا يمكن تغافلها، لان هي عاصمه المسرح. هي اللي طلعت عبد الحسين عبد الرضا، عمالقه، سعد الفرج، خالد النفيسي، وتعدد من الاسماء النجوم. في مرحله كانت المرحله الذهبيه لما بدأوا الكويتيين من الابيض واسود، 1 2 3 4 5 بوم مثلا، مسرحيه من المسرحيات، ضاع الديك مسرحيه من المسرحيات، وانت ساير الى ان نوصل الى لولاكي، جيل عبد الرحمن العقل والعجيمي وولد الديره، مجموعه هذول، انتصار الشراح، الى لولاكي. الامور كانت جميله جدا، اعمال كوميديه قويه جميله. تلاحظ الحين هذا الجيل كله انسحبوا. من الاعمال عبد الحسين موجود، بالضبط، عبد الحسين موجود للان، سعد الفرج موجود للان، انتصار الشراح موجود للان. قابلت انتصار قبل فتره قريبه وكانت تشكي، تقول لي مرعي ما في نصوص مثل قبل، النصوص الرزينه، النصوص اللي تقول ما في. اصبح العمل الكوميدي الان يكتب في 7 صفحات والباقي ارتجال. قول ايش بتقول على المسرح. تحول جمهور. انا ليش يعني انا ما ابغى احمل كلامنا انه هو انتقاد للمسرح الكويتي، نعم. لكن من باب ان الكويت هي رائده المسرح الكوميدي وقائده الخليج كله في هذا المسرح، فاللي يتحملوا، لان وين ما يروحون احنا وراهم، هم اللي علمونا. الان المسرح اللي تتحدث عنه وتقول انه مسرح راح للكوميديا البسيطه، مسرح اصبح يدغدغ مشاعر المراهقين. جمهوره لا يتعدى 14 15 ويفتح بالاربع والخمس ساعات واضحك على اي شيء، مضمون ما في. لذلك مثل ما تقول انتصار، النص يكتب في 10 صفحات فقط، هو رؤوس اقلام ويفتح. اصبح في حوار سابق مع الممثل الكويتي محمد المنصور ذكر ان ليس هنالك مسرح تجاري ولا مسرح جاد، هنالك مسرح وهنالك لا مسرح. صحيح. فهل تتفق مع هذه المقولة؟ صحيح 100%. عندما اوقف على خشبة المسرح وابدا اهرج واعلق واتنطط مثل اراجوز، واوصل الى مناطق احيانا تكون خادشه للحياه، اسفاف لا يمكن. يعني تتخيل نص الصاله حريم، امهات وخوات واطفال وزوجات. لا يمكن ان يقال كلام مثل هذا او اشاره او ايماء بهالطريقه. وصلت لدرجه كثير من الهاي. هذا مو مسرح. يعني عندما يوقف ممثل امام ممثل ويقعد يقول عينك حوله وعينك كذا ووجهك كذا وبطنك نفاخه، مو بتمثيل. مثل ما يقول الاستاذ القدير محمد المنصور، هذا ما بتمثيل ولا مسرح. المسرح لعبه قائمه على وحده موضوع، على رساله. الكوميديا نفسها فن راقي وصعب، لا يمكن استسهاله. بناء الموقف الكوميدي والعمل على قضية التناقض، هذه فلسفة لا يمكن أن ترميها لأي ممثل ساذج. أستاذ مرعي، ما هي حدود النقد في كتاباتك المسرحية وفي أيضا أعمدتك في الصحافة؟ إلى أي مدى ممكن أن يضع الكاتب حدودا في نقده؟ وأيضا في مسألة مرتبطة أستاذ مرعي، يعني هذا الرقيب الداخلي اللي يمنعنا أحيانا من الإبداع، كيف نتخلص منه؟ أنا بعتبر السؤال لشقين، شق عام وشق خاص أنا بالنسبة لي لما يتمارس النقد المسرحي عبر الصحافة، نعم. في بداياتي كنت
تعرف بدايات أي صحفي شوية شرس، وكنت أنتقد الأعمال بشكل حاد متحمس. وحماس هو ليس من أجل البروز، ولكن أحيانا الخوف على الشيء فيحولك إلى شرس شوي. هذا غلط يعني، وتحط 4 خطوط تحت غلط. لكن بعد ما أنا وقعت في البحيرة ذاتها وأصبحت مسرحي، وبدأت أحس أنه لما أنتقد ممثل وأقول له والله أدائك ركيك، وعرف تماما أن هذا الممثل لا توجد هناك ورشة ومعهد واستوديو ممثل مفتوح أمامه عشان يدرب ويطور طاقاته، طيب ليش ألومه بهالطريقة إذا كان هو قاعد يحاول بإمكاناته ومعرفته اللي وصلها؟ أنا لما أقوم أنتقده بهذا النقد القاسي فكني أقول له اطلع من على خشبة المسرح. فبديت أتراجع تماما عن هذا. بدأت بعدين أتناول المسألة بتأملات جمالية. طيب دور على مناطق الجمال وممكن أن تؤشر بشكل بسيط. هذا مارسته بشكل صح وأنا في عملي الصحفي. لا يتعارض مع مصداقيتك؟ لا يتعارض، لأنه لا يمكن أن تقول للقبيح جميل، يعني هذا مبدأ لا يمكن تنازل عنه تماما، لا يمكن. لا حتى يعني أنا واحد من أعز أصدقائي حسن رجب مثلا كمخرج، وأكون أحيانا أدخل عليه في عرضه، أنا محرر صحفي وياي أكتب عن عمله، أنتقد ما في مجال للمحاباة هناك، أقول. لكن كنت أخاف كثير على قضية المبتدئين الشباب. الكاتب لأول مرة، مخرج يخرج لأول مرة، ما تقدر تقطع له مجاديفه أو تقطع له أسبوعه بسرعة. ماذا عن الرقيب الداخلي؟ على الرقيب الداخلي الآن كصحفي ولا ككاتب مسرحي؟ كصحفي، لأنه هو أكثر يعني مجال للنقد يعني في الشؤون الاجتماعية كنت أحاول أوصل إلى أقصى حد من السقف المفتوح، ولا أخفيك أن يعني في مسيرتي في كثير من المقالات تم حذفها والغائها، في كثير من المقالات شطبت ورميت في سلة المهملات لرئيس التحرير ليمنع. لكن هذا كان من باب الحماس على قضايا معينة في المجتمع. الرقيب الداخلي أحيانا عندي يدخل في مسائل لها علاقة بالعادات والتقاليد، الأشياء الحميمة اللي عندك في المجتمع. أحيانا أنت ممكن تنتقد عادات وتقاليد أو شغلة، لكن تحاول أنك توازن ما بين هذا الرقيب الداخلي، أنك أنت في النهاية هذه عاداتك وتقاليدك أيضا، لا يمكن. وقرائك ليسوا هم فقط محيطك المحلي، لكن هناك نافذة خارجية، فتقول ما يمكن أنك تنشر كل الغسيل. هذا الرقيب الداخلي، مش كل الغسيل، جزء من الغسيل. بعض القطع صعب تنشر في الأبواب، صعب أنك تعرضها على الحبل العام في السكة أو في الشارع العام. هذه واعتقد أن أغلب الكتاب يوازنون هذه المسائل.